السلام عليكم ورحمة الله. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وبأتم صحة ان شاء الله. ايوا من بعد واحد المده من بعد واحد الغياب، شحال هادي ما بارطاجيت معكم شي فيديو. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم السفه بالطريقه ديالي، ساهله بزاف وبسيطه. كيف ما كتشوفوا تقريبا نص كيلو ديال السفه درت ليها الزيت العاديه، ومن بعد غادي نديرها في الكسكاس باش تفور المره الاولى. بالنسبه للكسكاس تديروا فيه الماء والحامض صافي، تتخليوها تفور التفويره الاولى. وهنايا كيف ما كتشوفوا خويتها في الماء بارد مباشره من بعد ما تفورات. الناس اللي كتعجن ليهم ما تخافوش، ما غاديش تعجن لكم، الماء بارد من الروبيني. صافي خويتها وغادي نحركها ونخليها شي شويه، من بعد غادي نرجعها باش تفور التفويره الثانيه. واش اخباركم؟ واش كتعاودوا؟ خليو لي التعاليق ديالكم، خليو لي الاراء ديالكم. واخا الصراحه غبرت شحال هادي ما حطيتش شي فيديو، ولكن ان شاء الله كنحاول باش نشارك معكم. واخا بعض المرات تنصور شي فيديو وكنقادو صافي ما تنحطوش، صافي تغافلت شويه على القناه، ولكن ان شاء الله نرجع معكم كيف ما كنت قبل واحسن. صافي هنا كيف ما كتشوفوا رجعت السفه باش تفور التفويره الاولى، ونفس الحاجه كديروها في المره الثانيه. حتى هاد المره هادي غنخويوها في الماء بارد هكا. انا كندير ليها تقريبا 3 ديال المرات، 3 ديال التفويرات. حتى المره الاخيره عاد كنزيدو الزبده والملحه طبعا. هنايا كيف ما كتشوفوا ثاني مره تنديرها في الماء بارد، نفس الحاجه تنحركها نخليها شي شويه، من بعد كنديرها في الكسكاس وكنخليها تستقطر من داك الماء، عاد كنرجعها باش تفور بحال هكا. كيف ما كتشوفوا الطريقه اللي سهله بزاف والسفه ديالكم ما كتعجنش. تبعوا غير المراحل بالتفصيل كيف ما شاركت معكم، راه سهله بالنسبه للمبتدئات، اما اللي عارفين راه طبعا عندهم تجربه. كيف ما كتشوفوا هنايا السفه ما معجنه ما والو، غادي نرجعها في الكسكاس المره الثانيه هذه باش تفور. وكيف كتشوفوا راها حبه على حبه كيف ما تيقولوا. وكيف كنقول لكم ديما ما تنساوش الى عجبكم هذا الفيديو تبارطاجيوه مع الناس والاصدقاء والاحباب ديالكم باش تعوم من فائده، وتبارطاجيو هذا الفيديو مع اللي كتعرفوه كيبغي السفه ولا من محبين ديال السفه. صافي هنايا من بعد ما تفورت كيف ما كتشوفوا دابا غادي ندير ليها الزبده والملحه، تقريبا واحد المعلقه ديال الزبده صافي. وطبعا كتزيدوا واحد الكاس ديال الماء في الاخير وتخليوه حتى تشرب داك الماء. في الاول تندوب ديك الزبده والملح، كندوب مزيان الزبده مع الملحه، ودابا غادي نزيد واحد الكاس تقريبا اولا واحد الغراف ديال الماء، المهم كاس عامر صافي. وغادي نحرك السفه ونخليها تشرب واحد شويه، عاد نرجعها باش تفور التفويره الاخيره. ومن بعد غنقدمها لكم ان شاء الله بطريقه اللي هي بسيطه بزاف، وتقدروا تزيدوا اضافات اخرين. ومن خلال هذا الفيديو كنبغي نقول شكرا بزاف للناس اللي انضموا للقناه ديالي، الناس الجدادين في القناه، والناس اللي باقي تيخليو لي تعاليقهم واللي باقي تيسولوا فيا. كنبغي نقول لهم شكرا لكم بزاف، شكرا على الدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم. وهنا كيف كتشوفوا السفه راها نهائيا ما معجناش. ودابا غنديرها كيف قلت لكم التفويره الثالثه والاخيره، غادي تفور وغادي نقدمها معكم ان شاء الله. خليكم حتى الاخير. صافي هنايا من بعد ما تفورت التفويره الاخيره دابا غادي نقدموها في الطبق ديالنا اولا في الطبسيل بطريقه اللي بسيطه بزاف واللي معروفه به السفه العاديه جدا، ما فيهاش بزاف ديال الزواق. وانتم طبعا لكم الاختيار تزيدوا اي حاجه بغيتوها ولا ديروها بالدجاجه، ولا لكم الاختيار. كيف ما كتشوفوا زوقتها بالسكر والقرفه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالي ديال اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما نساوش دائما تشجعوني بتعليقكم بارائكم. كيف ما كتشوفوا صيبتها اليوم اولا شاركتها معكم بطريقه اللي سهله واللي طبيعيه وعاديه جدا، اللي ما فيهاش بزاف ديال الاضافات. ولكم طبعا الاختيار انكم تزيدوا اللوز وتزيدوا كاوكاو ولا الكركاع ولا اي حاجه بغيتوها نتوما،
اولا كذلك حتى الزبيب. فبالنسبه للزبيب هنايا راني درتو ولكن ما شاركتوش معكم. كديروه في الماء واحد المده شويه باش يرطب صافي، ومن بعد كديروه في التفويره الاخيره تضيفوه في الكسكاس ديالكم وتفور مع السفه صافي. وكتجي هذا هو المنظر وهذا هو الشكل ديالها، كتجي زوينه بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وخليت لكم الراحه مره اخرى ان شاء الله. ونتلاقاو في فيديو جديد على نفس القناه مطبخ دوجا، وشكرا لكم بزاف، الى الملتقى.